حبايبي احنا لسه جايين من السوق، فتيجي نشوف احنا جبنا ايه من السوق. جبنا الحاجات اللي انا وماما شلنا الحاجات اللي حاجات كتيرة بنستخدمها جدا في البيت يعني بنستخدمها كالعاده كتير قوي. طبعا بطاطس جبت 10 كيلو عشان بحبها في البيت برضو كتير. البصل، ولما تنقوا البصلايه تنقوها الوسط كده، ما تنقوهاش اللي هي ايه الكبيره قوي اهي. انا بحب الوسط دي، بتبقى حلوه قوي في المحشي. طبعا طماطم. اقول لكم الاسعار ولا اسيبكم عشان ما حدش يزعل، عشان انا بعرف افاصل جامد. هقول لكم على الاسعار. البصل الجامد ده جبته ب10، شايفين؟ ب10. جبت 4 كيلو. البطاطس جبتها ايه؟ جبت 10 كيلو. بكام يا مريان؟ بكام؟ قلت له ب8 جنيه. جبت ال10 كيلو ب80 جنيه اهي. بصوا خطيره، حلوه قوي. مش قادر. طبعا احنا قسمناها على كذا شنطه عشان طبعا بتتبهدل مننا في الشارع. فين الشنطه الرابعه يا دوب اهي. يا ضيق. 2 4 6 تعالوا هنا. طبعا كل منطقه تختلف عن المنطقه التانيه، بس انا بفاصل يعني. يقول لي بكذا اقوله ليه وفاصل كده. طبعا جبت كنافه عشان اعمل لكم دلوقتي كنافه بالقشطه وهوريكم الجمال بتاعها. طبعا قوطه ب 12 جنيه الكيلو، دي ما فيهاش كلام. جبت لفه جلاش عشان تعملها حلوه قوي اهي، لفه كنافه لفه جلاش. وجبنا دي سميد السلولينا، بصوا بدي بربع وربع. تمام. طبعا جبت خيار. خرب بيتك يا دنيا، انت كسرت في الشارع ولا ايه؟ لا هي واحده كانت مكسوره فاخدتها. جبت علبه عسل جلوكوز اهي. ما فيهوش كلام العسل ده. ما فيهوش كلام، ب 30 جنيه العلبه. جبت 2 فابوتشا. الاتنين بكام يا مريان؟ 2 ب 15 جنيه. مش عشان ب 15 جنيه يبقى وحشه، هوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. بصوا قبل ما عملت الكيس ده اتفرتك. انا اللي قطعته. جبت برتقال. احنا اصحابي اللي شلنا الحاجات دي كلها. 2 كيلو برتقال. الكيلو ب 15. جبنا 2 كيلو. طبعا الفاكهه انا مش بجيبها الرز اللي بيجيبها عشان انا اجيب خضار ولا فاكهه. طبعا جبت مشابك. برتقال. انت جبت المشابك اللي جوه ليه يا دودو؟ بصوا جبت مشابك عشان ما عنديش مشابك في الثلاجه. ايه رايكم في تسويه النهارده؟ الثلاجه ايه؟ ما عنديش مشابك. ما عنديش مشابك. وجبت كيلو موز. انا خدت كان نص في الشارع. انا خدت منه 2. انت عملت في امه كده ليه؟ حرام عليك. هو اللي شالوا الموز وشال شنطه فيها بطاطس. طبعا كل ما راح اشتري حاجه يقعد على جنب ياكل الموز عشان هو بيحب الموز 2 قوي. كيلو بطاطس. ايه رايكم في تسويه النهارده؟ وقولوا لي الاسعار دي زي اللي عندكم ولا اللي عندنا احسن؟ ايه رايكم يا حبايبي؟ يلا بقى نبدا بقى نعمل الكنافه بالقشطه والحاجات الحلوه اللي احنا ايه جايين نعملها مع بعض.